امبراطور السيديهات، ملك الفلاشات، الراجل اللي وقف شارع عبد العزيز كله على دي. اول واحد اشترى كده باسم ميجا مصر. الراعي الاول للفضيله والاخلاق في مصر. وانا ضد ان الدكتور محمد مرسي يتشتم، وده تاني، وضد ان رئيس يوسف يقعد يهرج عليه كل يوم جمعه، اللي هو الافندي اللي عمال يقول الالفاظ اللي فيها دي. انت هتقدم بلاغات يعني؟ طبعا بلاغات، وهتتقدم دعوه ضد قناه السي بي سي. مرتضى منصور هيرفع عليا قضيه عشان انا بقول الفاظ بذيئه. مرتضى منصور بذيئه. مرتضى منصور متضايق مني وهيرفع عليا قضيه عشان انا بطلع التلفزيون واعلي صوتي واتخانق واشتم. سوري، ده حضرتك، انا اسف، معلش، سوري. سوري. حضرتك متضايق من البذاءه ولا علشان سرقت الاضواء من حضرتك؟ ها يا باشا، ده احنا ما نجيش نقطه في بحر سيادتك انا لو كتبت في جوجل لو كتبت مرتضى منصور جوجل هيكملها مرتضى منصور يشتم سيف عبد الفتاح، مرتضى منصور يشتم هاله سرحان، مرتضى منصور يشتم عصام سلطان، واخيرا مرتضى منصور يوتيوب. انا كنت فاكر ان حضرتك بتاع سيديهات بس. على العموم بعد الحلقه دي هيزيد سطر مرتضى منصور يشتم باسم يوسف. يلا مش مشكله، اهو رزق جاي في سكتنا. السكريبت جاهز في اي وقت على فكره، بس احنا مش هنعمله النهارده، هنسيبه شويه يستوي. يعني مسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه يعني. بس ايه بالظبط اللي مزعلك مني يا بيه؟ يعني انا ايه اللي انا عملته عشان تزعل مني كده؟ اللي بيتعمل ده لا، ده مش نقد، دي مهزله. ده رئيس جمهوريه مصر، لكن انتقد سياساته وقول له انت بتنتقد سياساته. طب الحل ايه؟ واخد بالك؟ يعني ما تقعدش تهرج عليا في ظرف شباب بيموتوا انت عمال تترقصوا، اعمل لي حواجبك يمين وشمال وتترقص لي. حواجب مضايقاك فيه حاجه يا باشا؟ يا قلبك على الرئيس للدرجه دي؟ فعلا انا زودتها برضو، ده مهما كان برضو رئيسنا ولازم نحترمه وما نقولش عليه حاجات مش ولا بد ونستهزئ بيه. شكرا يا استاذ مرتضى ان انت نبهتني لغلطتي. انا هحاول اتكلم على الرئيس باحترام زيك بالظبط. برغم ان رئيس سيد رئيس الجمهوريه قال لك انا مش هطعم، لكن ده عادي يعني، يقول يرجع في كلامه، فتح القصري شغال، مش قادر الموضوع. اهو ده الاحترام ولا بلاش؟ اهو ده انتقاد سياسات، مش قله ادب خالص والمسخره اللي احنا بنعملها في البرنامج ده. لا فعلا الاستاذ مرتضى قدوه كبيره لينا. شايفين الادب؟ معروف طبعا ان الاستاذ مرتضى منصور طول عمره بينتقد السياسات بس نقد موضوعي ونقد محترم. ممكن اقول لك يا بلتاجي، مجموع الشعب المصري مش طايقاك لانك شبه الليمبي بشنبك ده. خلاص. الدكتور مسحوب، اللي هو الدكتور اللي انا اسمه ايه ده، اللي انا عايز افتكر اسمه، اللي كان عميد، اللي هو اللي كنت بقول لك كل ما اشوف فيلم الرجال فقط افتكره. يبني رئيس وزراء اهطل. هو فيما عدا كلمه الاهطل الاخرانيه ديت، انت مالك قلبه معاك على نادي السينما كده؟ انا نفسي اعرف ايه سر حبك للمصنفات الفنيه. اوكي عشره برضه. لا برضه اكيد في حاجه كبيره مزعلك مني. السيره الامريكيه اللي رايحه جايه معاه عماله تتغدى معاه رايحه جايه، السيره الامريكيه تتغدى وتتعشى معاه. يعني عينك فيها شيل يا معلم. انا ما كنتش عارف ان انت شايل مني بسببها. يعني لو ده لو ده ذوقك تحت حف، بس ادهني في العتاقي برضه خلص انت. يعني حضرتك لو انت عينك على العشاء نلف لك لقمه ونبعتها لك يعني. بس كلمه في سرك بصراحه، الموضوع ما يقفش بس على العشاء، في حاجات تانية انا وهي بنعملها مع بعض. سواقه عجل، مراجيح، واوقات كتيره بنتفرج على خطابات الرئيس والله العظيم بجد، والله العظيم الرئيس اوباما ده ابن نكته، والله العظيم فعلا، والله بجد على فكره، بجد خطابات فظيعه بتاعته. على فكره لو ما فيش عندك سيديهات لكل ده نفبرك لك عادي، بس بيني وبينك انا ما عدتش اخرج معاها بصراحه. يعني من ساعه ما هي طلعت المقطم
وماشيها مش عاجبني خالص. اظن كده خلاص مفيش حاجه تانية عايزها مني، صح؟ الراجل اللي بياخد 18 مليون جنيه في السنه ياخد 18 مليون جنيه في السنه، 1.5 مليون في الشهر، 4 حلقات، يعني 1.5 مليون في الشهر. لا دي نفسنا بقى. يعني باصص لي في المزه قلنا ماشي، كمان بتبص لي في لقمه عيشي. مبدئيا خليني اصحح لحضرتك شويه معلومات. زي ما توفيق بيه عكاشه حبيبك انت انا عارف، زي ما هو تكرم قبل كده السنه اللي فاتت وقال ان انا باخد 1,350,000